تعالوا بينا نشوف ال 100 روبل هنا في روسيا ممكن نجيب بيها ايه. فاحنا النهارده هنقضي اليوم كامل بال 100 روبل، فطار وغدا وعشاء. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. وعايز اقول لكم ان احنا دلوقتي وصلنا عند السوبر ماركت، وهنخش دلوقتي جوه وهنشوف هنجيب ايه بال 100 روبل هتقضينا يوم كامل فطار وغدا وعشاء. فاحنا دلوقتي داخلين على السوبر ماركت. دخلنا احنا دلوقتي على السوبر ماركت، وهنشوف دلوقتي هنجيب ايه. نروح كمان ناخد عجله، لان احنا هنجيب حاجات كتير جدا بال 100 روبل. اهو ادي العجله كمان، خدنا العجله. احنا دلوقتي داخل السوبر ماركت ومعانا ال 100 روبل، وهنشوف هنجيب بيها ايه دلوقتي. عايز اقول لكم ان انا كده خلاص جبت الحاجه كلها، فدلوقتي هنطلع على الكاشير ونشوف دلوقتي الحساب كام بعد ما خلصت وجبت كل حاجتي. فدلوقتي يلا بينا على الكاشير. وصلنا على الكاشير اهو زي ما انتم شايفين. هندفع دلوقتي ال 100 روبل. كل اللي احنا جبناه من السوبر ماركت بال 100 روبل هي واحده بيبسي بس، علشان انا بشوف ناس موجوده هنا في روسيا بتعمل فيديوهات وبتقول ازاي تقضي يوم كامل ب 100 روبل، او ازاي تقضي اسبوع ب 100 روبل. يا جماعه انا عايز اقول لكم اقسم بالله لو انا لقيت 100 روبل في الارض في الشارع مش هقعد عليها اخدها. ال 100 روبل دلوقتي في روسيا ما بتعملش اي حاجه، واحده بيبس 70 75 روبل. فالناس اللي في روسيا تكتب لنا بالله عليكم بتقضوا يوم كامل بكام، او بتقضوا الشهر بكام دلوقتي، لان دلوقتي اصلا في روسيا الاسعار غلت جدا، فما فيش حد بيقضي يوم كامل ب 100 روبل ابدا ابدا يعني. والسلام عليكم.